وبتحتفل بيه لوحدها كالعادة، وبتزين الأوضة عشان تحاول تفرح نفسها وتحتفل. وبيدخل عليها وولف وهو لابس بدلة، وبيجيب كاميرا عشان يصور ناتاشا وهي بتشوف الهدايا اللي جايبها لها، وبيكون جايب لها تسجيل عشان تشغل أغاني و3 روايات. وناتاشا بتطلب منه تتصل بأهلها، بس بيتعصب عليها وبيقول لها اعتبري أهلك ماتوا. وبعد فترة وولف بيخلي ناتاشا تنام جنبه في أوضته، بس بيربط ايدهم ببعض عشان ما تهربش وهو نايم. بعدها وولف بيكون رايح يتزلج على الجليد وبيحبس ناتاشا في الأوضة، فبتقول له انها نفسها تروح معاه المرة الجاية، وانها هتبقى مطيعة عشان يرضى ياخدها بعد كده. وبينزلها أوضتها وبيقفل الباب وبيمشي. وبعد ما وولف بيروح الرحلة وبيرجع بيقرر يروح حفلة عشان يختلط بالناس، وبيحاول يتغلب على مرضه ويتعرف على ناس جديدة، بس ما بيقدرش يتغلب على مرضه وبيقرر يفضل وحيد زي ما هو. وبيرجع البيت وهو متضايق وبيغتصب ناتاشا في اوضته، وناتاشا بتستسلم لانها مش قادرة تمنعه. بعدها ناتاشا بتطلب منه يطلعها جنينة البيت بالليل، وبيوافق وبيطلعها